بالله ايش تسميها هذه؟ قد يكون يعني الموضوع له أخذ بعد ثاني غير اقتصادي، قد يكون أنه بعد سياسي مثلا، حاول أنه يستغل الموضوع موضوع سياسي على عيني أو موضوع. وراسي، على عيني وراسي. قالوا أنه لن يزيدوا الرواتب علشان ما تحسب أنها لي ذراع للحكومة. إيه، وضغط شعبي سكتنا سنة. سكتنا سنة. قلنا يمكن الجماعة يبون نسكت سنة. وش صار؟ زودوا شيء؟ عطني حل. السلعة اللي عام 80 اشتريها ب1000 اليوم ب10000 وراتبي ما زاد إلا 15. عطني حل. وش أسوي؟ أنت مسؤول عني. أنا مواطن في البلد وأنت المسؤول عني. الأسعار تضاعفت 20 مرة من 30 سنة، والرواتب هي نفسها. أعطونا حل يا أخي. حنا مواطنينكم، حنا لو يصير شيء بكرة بالبلد حنا اللي ندافع عن البلد، حنا اللي نبذل أرواحنا وعيالنا عشان هذه بلدنا يا أخي. هذه بلدنا. أنا ما عندي شقة بيروت أهرب مثل غيري إذا صار شيء، ولا عندي شقة بباريس أهرب. هذه بلدي، أنا بموت فيها، أبموت مع أهلي وأجدادي فيها، قبورهم موجودة، أعدها لك موجودة، أنا بنموت فيها. أنتم مسؤولين عنا يا أخي، ما يصير. إلى متى؟ صارت تسول السالفة، صارت شحذة. إحنا نتألم يا أخي، إحنا نتألم. يكون عنده وجهة نظر معينة أنه الدولة لا تتحمل مثلا قضية أنه ترهقها برواتب أكثر، قد يكون عنده موضوع التضخم أنه لو زادت حتزيد الأسعار تلقائيا، قد يكون هناك وجهة نظر اقتصادية هي عنده تبرر له أنه عدم أنه هذا القرار، أو قد يكون القرار أصلا ما هو في إيده. على عيني وراسي. اطلع وقل لي الكلام هذا. اطلع وقل لي الكلام هذا. قل إنه والله أنا ما أقدر أزيد رواتبكم لهذه الأسباب، 1 2 3 4. إحنا نتألم يا أخي، إحنا نتألم.